السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، والنهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد وشوية مشتريات كده لشهر رمضان. ان شاء الله كده هشارك معاكم الحاجات بقى اللي جبتها للمطبخ علشان بقى نجدد بيتنا على رمضان. ربنا يا رب ما يقطع لنا عادة، ويعود علينا وعليكم الايام بخير، وتكونوا محققين كده كل اللي في نفسكم فيه ان شاء الله. طيب ان شاء الله كده المشتريات تعجبكم، وكمان كده يعني تاخدوا منها افكار تستفيدوا منها. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. طيب اول حاجه بقى، انا كنت بصراحه محتاجه اطباق جدا. كانت يعني الاطباق اللي عندي كلها كانت الحمد لله طبعا اتكسرت، وبقالي فتره محتاجه بصراحه طقم اطباق. ما اتبقاش عندي كمان غير كام طبق، ويعني زي ما تقولوا كده من كل فيلم أغنية، كلهم مش شبه بعض. وأنا بصراحة كنت محتاجة كده الطقم يكون موحد، وكان نفسي جدا جدا في طقم يكون لونه أبيض سادة. وكان نفسي كمان اشتري طقم اركوبال يكون طقم كده كامل، لان انتوا عارفين يعني لما بتقدمي الاكل كده في يعني في اطباق بتكون كلها لون واحد ورسمه واحده، طبعا بيكون شكلها اجمل بكتير. انتوا عارفين بقى ان يعني العين بتاكل قبل البق. المهم انا لما سالت على طقم الاركوبال اللي انا نفسي فيه بصراحه اللي هو ده، لقيته عامل 30 قطعه 1600 جنيه. فبصراحة حسيته غالي، وفي نفس الوقت كمان يعني للأسف في حاجات أنا مش هستخدمها، زي بقى البولات الكبيرة. أطباق مثلا الجاتو المسطحة اللي هي شبه السرفيز الكبيرة قوي دي. فالحمد لله بالصدفة كده لقيت يعني معرض أدوات منزلية، عارض بقى الأطباق دي من نفس الطقم بس فرداني، يعني تاخدي بقى العدد المناسب، ومقاساته طبعا كلها مختلفة، كمان تقدري تكوني كده منها طقم زي ما انت عاوزة. ما شاء الله انا جبت كده عدد 6 طبق غرف زي ما انتم شايفين. شكله رقيق وشكله جميل جدا وبسيط قوي. هو طبعا في منه الاسود والابيض، بس انا حبيت الابيض اكتر. يعني بحب بصراحة الاكل في الابيض، بحسه كده بيكون شكله شيك وجميل قوي. الطبق ده طبعا ينفع رز، كمان ينفع مكرونة، ينفع خضار. هو بصراحة احلى حاجة فيه كمان ان هو خفيف جدا على الايد، عشان طبعا لو يعني هتغسليه على ايدك ومش هتدخليه غسالة اطباق، هتحس ان هو خفيف وجميل جدا. بيدخل كمان الفرن والميكروويف، وطبعا علشان الاطباق يعني ما شاء الله نوعها فرنساوي، بيدخل كمان غسالة الاطباق. تعالوا بقى اوريكم كمان جبت منه برضو 6 بولات او 6 سلاطين. ما شاء الله جميلة جدا وحجمها حلو قوي بصراحة، تنفع كده للشوربة وكمان للخضار لو هتقدمي بقى لكل فرد كده لوحده. وبرضو كمان جميلة جدا لو هستخدمها برضو رز بلبن، يعني هشغلها في حاجات كتير. هو عاجبني قوي بصراحة بقاله فترة ونفسي اشتريه، بس زي ما قلت لكم لقيت الطقم على بعضه ب 1600 جنيه اللي هو 30 قطعة. وفي طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، في منه 24 قطعة تقريبا ب 1400 أو 450 حاجة زي كده. بس هو ما شاء الله يا بنات شبه يعني طقم ايكيا بالظبط، مودرن وجميل. زي ما قلت لكم هو صناعته فرنساوي. اسمه تقريبا لومي نارك او لومي نارك، مش فاكره بالظبط. بس هو جميل جدا زي ما انتم شايفين. جبت ال6 اطباق ب 360 جنيه. يعني الطبق الكبير ده ب55 جنيه، وال6 سلاطين ب260 جنيه. السلطانية عاملة 45 جنيه. طبعا المقاسات الكبيرة سعرها يعني أكتر من كده، بس هو أيا كان ما شاء الله يعني سعره جميل جدا جدا. وحلو في الاستخدام بصراحة، أنا بحبه وبفضله أكتر من أطباق الصيني. طيب كان ناقصني كمان كده كوبايات للعصير. بصراحة ما جبتش السنة دي بقى، او ما حبيتش اشتري كوبايات بقى او مجات يكون عليها بقى رسومات رمضان. علشان كمان كان عندي حاجات بسيطة كده من السنة اللي عدت، فقلت يعني دول حلوين وكمان بقى ينفعوا معايا طول السنة. فمش شرط رمضان، بس انا بصراحة بحب يعني اجيب الحاجات اللي اعرف استخدمها على طول، مش هستخدمها طبعا شهر وبعدين بقى ارجع فجبت اشيلها. طقم العصير ده شكله حلو قوي قوي ما شاء الله، وكمان الشكل ده جديد. يعني انا اول مره بصراحه اشتريه من الحاجات بقى الترند الجديده بالنسبه لي. هو 6 كاسات يا بنات ما شاء الله، يعني جاي بطريقه تغليف حلوه جدا، بتحافظ طبعا على الازاز انه ما يتكسرش، وكمان خامته كويسه جدا. انا بحب بصراحه الكاسات او كوبايات العصير حجمها كده يكون معقول، مش كبيرة قوي، علشان كمان يعني تكون على قد مثلا كمية العصير. مثلا لو عندك أولاد طبعا مش بيقدروا يكملوا يعني اللهم صل على سيدنا محمد الكاس كله أو مثلا الكوباية كلها. فهو حجمه مناسب أوي، كمان عشان نوفر يعني في السكر وكده. هو الساعة اللترية بتاعته 350 ملي. يعني عايزة أقول لكم كمان إن الكاميرا بصراحة مكبرة حجمه جدا عن الحقيقي.
فهو سعره حلو قوي بالنسبة طبعا للماتيريال بتاعته، وشكله جميل، والإزاز بتاعه زي ما انتم شايفين نقي وحلو جدا. انا جبته ب120 جنيه، يعني بصراحة سعره حلو قوي. طيب جبت له كمان بقى طقم الشاليمو الإزاز ده، هما مع بعض كده تقريبا 5. هفتحه برضو معاكم وهوريه لكم. كان نفسي يعني كان نفسي اشتريه بصراحة، لان كل فترة بشتري بقى الباكت البلاستيك، وطبعا البلاستيك انتوا عارفين استخدام مرة واحدة. فحسيت ان ده يعني هيوفر كتير عن كل شوية طبعا بشتري الباكيتة اللي هي البلاستيك، وطبعا برضو ما هياش رخيصة. فدولت كمان حلوين جدا ان معاهم بقى فرشة، علشان طبعا يعني تنضفيهم وتغسليهم بسهولة. وطبعا هيبقوا موجودين عندك على طول، هما تقريبا 5 أو 6. وسعرهم برضو يعني معقول ب85 جنيه. طبعا كمان هيبقوا حلوين جدا على الطقم ده وعلى اي طقم بقى طبعا هقدم فيه العصير. ما شاء الله شكلهم شيك وجميل جدا. احلى حاجه فيهم بجد كمان زي ما قلت لكم ان معاهم الفرشه دي، علشان كمان يعني يتغسلوا بقى بكده بكل سهوله، لان طبعا هم هيبقوا استخدام اكتر من مره. طيب جبت كمان بقى طقم المجات القمر ده، بيجوا مع بعض كده 3 في علبه. سعرهم حلو قوي قوي بجد، يعني التلاتة ب70 جنيه. المج حجمه كبير زي ما انتم شايفين، وكمان ما شاء الله الايد بتاعته بجد شكلها تحفه قوي. دول طبعا كنت جايباهم معاكم قبل كده، ولكن بصراحة انا ما استخدمتهمش عشان كان عندي بقى بدايل تانية كتير. فلما حاجة بقى بتتكسر بتاخد بقى الباقي معاها كله مرة واحدة، فقلت بقى كده يعني ان شاء الله كده اطلعهم برضو نشرب فيهم مشروب كده على السحور، او مثلا الفترة اللي ما بين الفطار والسحور كده. وطبعا المجات دي ترند يا بنات من السنة اللي فاتت، وسعرهم كمان حلو جدا بصراحة على الماتيريال بتاعتهم والخامة الجميلة دي. هم حلوين قوي التلاتة ب70 جنيه، يعني تقريبا المج ب25 جنيه مثلا. كنت كمان عايزة اشتري بقى المجات اللي طالعة ترندي وجميلة جدا الفترة دي. بس كان عندي بقى عيد ميلاد تمار بنتي اللي هي الوسطانية، فصحابها بقى كانوا جايبين لها هدايا فجابوا لها معاهم المج ده، وانا جبت واحد كمان عليه علشان برضه هستخدمه استخدام حلو قوي هقول لكم عليه. بس الاول خليني برضه اوريكم المج التاني ده، كنت برضه بفكر اشتريه، وبرضه صاحبتها جابته لها كده مع الهدايا بتاعت عيد ميلادها. جميل جدا وطالع ترندي وجميل قوي قوي بصراحة. انا كان نفسي في مج كده يكون مميز، اشرب فيه بقى النسكافيه، اعمل فيه مثلا مشروب كده ليا. انا بصراحه بحب المجات جدا وبعشقها بطريقه غير عاديه، خصوصا بقى لما يكون شكلها جميل جدا وكمان طالعه ترند. ف ده ان شاء الله هشيله بقى اليومين دول، ممكن اشيله بقى للعيد، مش هستخدمه خالص الايام دي، وهستخدم بقى معاكم الاتنين التانيين دول. جات لي فكرة بصراحة كده وأنا بس يعني لما شفت المج ده إن أنا أجيب معاه مج كمان، بحيث إن أنا ممكن الاتنين أقدم فيهم مثلا واحد سكر واحد شاي حلوين قوي. وزي ما انتم شايفين شكلهم شيك جدا لو هتقدمهم طبعا على صينية تقديم، لو عندك ضيوف بقى ولا حاجة. ممكن تخلي مثلا واحد للشاي واحد للسكر، خصوصا كمان ان هم بغطا ومعاهم معلقة، فهم بصراحة ليهم اكتر من استخدام. وطبعا ممكن تستخدميهم بقى الاستخدام العادي اللي هو تشربي فيهم المشروب بتاعك. بس فكرة المعلقة يعني شجعتني ان انا ممكن اقدمهم كده، واخلي واحد زي ما قلت لكم للشاي وواحد بقى تاني للسكر. عايزة اقول لكم كمان ان انا ممكن اشتري الحاجة واسيبها فترة كبيرة جدا وانسى خالص استخدمها. افكر بقى اطلعها امتى لما الاقي خلاص الحاجات اللي عندي ما بقتش موجودة او معظمها طبعا اتكسر. زي الاتنين دول يا بنات ما شاء الله يعني بجد حاجة تحفة جدا. دول انا ما استخدمتهمش خالص، قلت اطلعهم برضو معاكم، هينفعوا طبعا كتير بقى في شهر رمضان. شكلهم جميل قوي بصراحة في التقديم، وكمان بياخدوا كمية حلوة قوي من العصير. طبعا احنا بنعمل بقى اكتر من نوع عصير في رمضان، ويعني عشان طبعا بتعملي اكتر من نوع مش بتكتري في النوع الواحد، فدول يعني حجمهم حلو قوي. لو هتشتري منه هاتي كده كذا واحد علشان بجد هينفعوك كتير في شهر رمضان. عايزه اقولك سعره كمان حلو قوي، الدورق كان ب40 جنيه، والازاز بتاعه زي ما انتم شايفين نقي وجميل جدا. وطيب كنت جايبه برضو طقم الفخار ده. آه ان شاء الله كده هعمل فيه برضو معاكم زبادي حلو قوي كمان. لو هتجيبيه مثلا تستخدميه بقى في طواجن ام علي، وصفات الكنافه طبعا الجميله بتاعت رمضان. يعني هنشغله بقى في حاجات كتير ان شاء الله في يعني في شهر رمضان. هو 6 بولات كده صغيره، كانوا تقريبا ب60 او ب65 جنيه. بس بجد حلوة جدا وبرضو لو هتعملي طواجن مثلا حاجات بسيطة خالص كده بكميات قليلة، تقدري برضو تدخليه الفرن هينفعك جدا في حاجات كتير. كنت جايبة برضو معايا الطقم ده وما استخدمتوش برضو خالص علشان كان عندي زي ما قلت لكم بدايل، فالحمد لله طبعا يعني كل الحاجات اللي عندي معظمها اتكسر، فطلعت بقى الحاجات دي كلها ان شاء الله عشان استخدمها معاكم.
ده طقم كده برضو 6 بولات، حجمه كده صغير، حلو أوي برضو لو هتعملي مثلا فيه زبادي، رز بلبن، صوصات. هو حلو أوي، بينفع في حاجات كتير. الست على بعض برضو سعرهم بجد يعني حاجة كده لا تذكر. الست على بعض كده ب55 جنيه. ما شاء الله. عايزة اقول لكم انا يعني جايبة معظم المشتريات بتاعتي النهاردة اسعارها بسيطة وجميلة جدا، وفي نفس الوقت كلها حاجات شيك وجميلة أوي. وبرضو كنت جايبة 6 بولات كده صغيرة، برضو ينفعوا رز بلبن، ينفعوا برضو صوصات، ينفعوا حلويات، يعني هيقضوا الغرض معانا. ممكن تقدمي فيهم برضو ان شاء الله كده في العيد حاجات اللي هي التسالي بقى، المكسرات والحاجات الجميلة دي. بجد شكلهم حلو وشيك قوي، وبرضو سعرهم جميل. كانوا عاملين 6 على بعض كده ب50 جنيه. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى تحطي لايك للفيديو، وكمان تنزلي تصلي على الرسول علشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت كمان الزرعة الجميلة دي ب165 جنيه. كنت بدور بصراحة على زرعة كده تكون يعني الفروع بتاعتها كده على شكل أوراق شجر. كان نفسي بصراحة قوي في الشكل ده، عجبتني قوي، وحسيت ان سعرها كمان جميل لان لقيتها في اماكن تانية ب200 جنيه. طيب كنت محتاجة برضو كده البولات بلاستيك، ومحتاجة بقى حاجات بصراحة تكون غويطة، يعني الشكل ده كده لقيته عجبني قوي، وده الحجم كمان اللي انا كنت محتاجاه. جبت الواحدة من دول ب40 جنيه. هي كانت يعني المفروض ان سعرها الاساسي ب50 جنيه، فكان عليها عرض كده ب40 جنيه. ما شاء الله البلاستيك بتاعها جميل جدا جدا، وعايزة اقول لكم هي غويطة جدا، يعني حجمها ما شاء الله كمان كبير قوي على سعرها ده. انا كنت عايزه بصراحه اجيب ال3 شكل واحد، ولكن للاسف انا ما لقيتش غير 2 بس اللي كانوا يعني متبقيين من اللون ده. فجبت معاهم كمان حاجه تانية كده برضو شبيهه ليهم، ولكن البلاستيك بتاعها خفيف شويه عنهم بصراحه. دي بقى كانت عامله 30 جنيه بس، برضو جميله جدا. وطبعا يا بنات طبق العجن بقى او العجانه اللي عملت معاكم فيها الكيكات وكلكم سالتوني عليها كتير قوي، بالرغم ان انا وريتها لكم قبل كده وقلت لكم ان هي كانت ب140 جنيه. بس بجد عايزه اقول لكم يعني لو مش موجوده عندكم بجد يا ريت كلكم تجيبوها. ما شاء الله بتاخد كميه يعني دقيق وعجين بجد حلوه قوي، وسهله بقى وجميله، انك لو حطيتي بقى فيها اللهم صل على سيدنا محمد المضرب، او مثلا المضرب او الهاند بلندر، هتحافظ لك بقى انك يعني ما تهدريش كده وتبهدلي الدنيا حواليكي. جميله جدا جدا وما شاء الله حلوه قوي. انصحكم بجد تجيبوها، هتنفعكم في العجن بقى وفي حاجات كتير قوي، خصوصا بقى داخل وصفات ان شاء الله العيد بقى والحاجات الجميله دي. فبجد هتنفعكم كمان كتير. طيب طقم الزيادة ده برضو كنت جايباه معاكم، الاتنين كانوا ب110. حلو قوي برضو، مهم جدا بصراحة. يعني حاولي برضو ما تستغنيش عنه خالص في المطبخ بتاعك. حلو بقى للخل وللزيت، وكمان بيخليكي كده تتحكمي في المعيار بتاعك، وتسحبي بقى على قد استخدامك من غير بقى ما تهدري في الكمية اللي بتستخدميها. طبعا كل مشتريات يعني ما خلاص لازم بقى بالباقي نشتري كده سبونشات. بحب الخامة دي جدا لان هي فيها سلك كده منها فيها، بتنضف وجميلة جدا، علشان بقى تنظيفات رمضان والايام الجميلة طبعا اللي داخلة علينا. ربنا يا رب يبلغكم اجمل ايام في السنة وانتم جميعا بخير يا رب، ومحققين كل اللي في نفسكم فيه. طيب اخر حاجة كنت جايباها معاكم برضو علشان اللي ما شافش بقى الفيديوهات القديمة واول مرة يشوفني، كنت جايبة طقم العلب او الخزين ده من شركة الوطنية. عايزة اقول لكم انا عبيت فيه كمية خزين بجد، اللهم بارك، مش قادرة اوصف لكم بجد اخد كمية حاجات كتيرة قد ايه. ان شاء الله هشارك معاكم طريقة تنظيمه في الفيديوهات الجاية. وعايزة اقول لكم كمان ينفع طقم للتلاجة، بس انا بصراحة استخدمته خزين بقى للبقوليات والمكرونة والشعرية والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تحفة يا بنات، وما شاء الله عدده حلو قوي. في طبعا منه الوان تانية كتير، ما شاء الله هو 18 علبة من شركة الوطنية زي ما قلت لكم. المدور في منه 4 والمستطيل 6، وكمان العلب الطويلة فيه 4 والمربعة برضو 4. أنصحك بجد لو انتي بتدوري على طقم مميز ويكون شيك وسعره حلو، هاتي بجد طقم الوطنية. وكمان لو انتي عروسة هينفعك جدا، لأن طبعا لما بتشتري يعني علب المطبخ أو التلاجة عموما لون موحد بتبقى أشيك طبعا وبتبقى جميلة جدا. وطبعا الحاجات البسيطة دي بقى كلنا احنا كستات بيوت يعني، لما بنشتريها بصراحة بتشجعنا على شغل البيت، وكمان بتخلي نفسيتنا حلوة قوي. فأنا بصراحة بحب اشتري الحاجات يعني اللي بيكون استخدامها أكتر ما تكون رفاهية. يعني أنا بحب الحاجات اللي بتكون عملية أكتر، مش بحب اشتري الحاجات الرفاهية بصراحة كتير. عشان كده كنت كل لما كان بيتوفر معايا مبلغ كنت بشتري كده حاجة في حاجة، وبسيبها كده على جنب. وإن شاء الله برضو في شوية مشتريات حلوة جدا هشاركها معاكم
الاسبوع ده باذن الله كده لو لنا عمر. فعشان كده بتمنى يكون يعني الفيديو عجبكم واستفدتوا من المشتريات والاسعار اللي شاركتها معاكم النهارده. ويا رب يا رب كل اللي في نفسه حاجه ان شاء الله كده يحققها ويجيب كل اللي بيحلم بيه وزياده. حطوا لايك للفيديو طبعا واشتركوا في القناه لو حبيتوني علشان توصلكم كل وصفاتي وتشوفوني على طول. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.